السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله، يا رب تكونوا بخير والصحة والسعادة يا رب. دلوقتي هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة القرص الطرية الفلاحي، خفيفة قوي وجميلة ولذيذة وتعجبكم ان شاء الله يا رب. توكلنا على الله، بسم الله. انا اول حاجة جبت 2 كيلو دقيق جميع الاستعمالات، حطيت عليهم عبوة فانيليا، ودلوقتي هحط عليهم معلقة صغيرة ملح مليانة، هحط عليهم نص كوباية سمسم محمص، انا محمصاه من غير زيت، وهقلبهم كويس قوي ببعض. تمام كده. انت لو عملتي الخطوات دي بالظبط والمقادير المظبوطه معاكي هتبقى، وعملتيها زي ما انا عاملاها كده، مش هتبطلي تعمليها. دول 300 مللي زبده سايحه سيحتها في الميكروويف، وحطيت عليهم 100 مللي زيت. دلوقتي انا هقلبهم كويس، هبسهم في بعض كويس قوي، هقلبهم في بعض كويس قوي لغايه ما الزبده تختفي في الدقيق، دي تشربها كلها. الخطوه دي مهمه جدا على فكره، لو ما عملتهاش الزبده هتنطر من الدقيق بره، وانتي بتخبزيها هتلاقي الزبده خارجه من القرص. شايفين انا خلطتها كلها ببعض كويس قوي ازاي؟ لازم اتاكد ان ما عادش فيه زبده حوالين الدقيق، والدقيق كله شربها، يعني تشربها كده. خلصت. عشان في ناس بيقولوا القرص الطريه مش لازم تعمليها كده، لا هي لازم، عن تجربه يعني. خلاص كده انا جبت كيلو لبن رايب، انا اللي عاملاه. بتجيبي الحليب الجاموسي او البقري من غير ما تغليه، بتحطيه 3 ايام، بس بشرط ما يكونش مغشوش. بتسيبيه متغطي 3 ايام بره من غير ما تغليه، وتقومي حطاه يبقى لبن رايب معاكي، وده المحسن. انا عامله معاكم قبل كده. دلوقتي حطيت عليه كوبايه ميه صغيره على نص كوبايه دقيق صغيره، معلقه كبيره سكر مليانه، ومعلقه صغيره خل، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. بقلبهم في بعض بميه دافيه وبسيبهم لما يختموا. بيفرق معايا كتير قوي في المعجنات يا جماعه. شايفين العجينه لينه ازاي؟ هي لازم تبقى لينه كده، متبقاش ناشفه. دلوقتي انا هشتغل فيها ان شاء الله على طول، مش هسيبها تختمر، انا هخليها تختمر بعد ما اخلصها. دلوقتي انا هشكلها على شكل كور، وهبتدي بقى من اللي انا ابتديت فيه في الاول يعني. هبتدي افرد من اللي انا ابتديت فيه، عملته شكلته الاول، وبعد كده بخلي سمكها زي ما انا هوريكي دلوقتي، ما تبقاش رقيقه عن كده، وبرصصها في الصواني، وبسيبها تختمر في الصواني لمده ساعه، وبتتخبز على 180 درجه لمده نص ساعه. ولو ما احمرش الوش معاك، لو الفرن بارد، ولعي الشوايه اخر 5 دقايق. شايفين هي كده اختمرت معانا، حطيتها في مكان دافي لغايه ما اختمرت لمده الساعه. ساعه عدت واختمرت، وما شاء الله ارتفعت، ويعني حجمها تضاعف. هخبزها دلوقتي. شايفين ما شاء الله يعني منفوخه ازاي وحلوه. شوفوا بقى القرصه دي الواحده بتتباع ب2 جنيه. شوف انا عامله كميه قد ايه بال2 كيلو دقيق. على فكره حلوه قوي في الفطار وفي العشاء، انا وولادي بيتعشوا بيها وبيفطروا بيها شاي بلبن، وتحط عليها جبنه وتاكلها بجبنه. حلوه قوي على فكره. شوفي. هو دلوقتي القرصة لما انا هتك عليها وهفتحها هتبقى عاملة ازاي؟ مفتحة جدا من جوه، ولينة جدا، طرية جدا، مش ناشفة، وبتفضل معايا طرية فترة يعني. بحطها في علبة وبغطيها، وبفرد تحتها مناديل او فوطة، وبقوم قافلاها وبسيبها فيها، وبنسحب منها. شايفين بتقطع معايا بسهولة ازاي؟ مش ناشفة بقى ومحجرة، لا. وشايفين الزبدة ما بتعلمش في ايدي، لان انا فركتها في الدقيق كويس قوي. شايفين طرية ازاي؟ واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، يا رب بس يكون نال اعجابكم، ونتقابل على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.